النهاردة هنعمل معاكم تورتة قلب معمولة من عجينة السكر. هتعجبكم جدا جدا فوق ما تتصوروا، وسهلة جدا. مفيش حاجة اللي ما بيعرفش يعملها هيعرف يعملها بالطريقة دي، لأنها فعلا اوريدي ما فيهاش أي جنس صعوبة. واللي فعلا متمكن من شغل العجينة السكر هتبقى معاه سهلة جدا. مفيش تاخد معاه أكتر من 10 دقايق طبعا في غطاء عجينة السكر. طبعا احنا هنعملها بطريقة سهلة جدا للمبتدئات اللي ما بيعرفوش يعملوها. بصوا منظرها بسيط جدا، وهعملها لكم بأبسط الطرق اللي ممكن تتعمل. يعني مش هتاخد شغل كتير بحيث انك انت تعقدي نفسك انها ما تتعملش، لا هتتعمل وهتطلع احلى تورته من ايدك ان شاء الله. وان شاء الله هتعجبك جدا وهتتمكني في عمايل عجينة السكر بأسهل الطرق. يلا بينا بقى نعملها ونشوف هتتعمل ازاي بأسهل الطريقة وأبسط المكونات اللي ممكن تشتغلي بيها. طبعا هنكون محضرين كيكة الإسفنجية. طبعا احنا عارفين أكتر، نزلت أكتر من مرة طريقتها وطريقة عمايلها ازاي من أكتر من طريقة. هنا هنجيب الكيكة وهنقسمها لثلاث أجزاء. اوكي زي ما انتم شايفين ما فيهاش أي حاجة لحد دلوقتي، ثلاث أجزاء متساويين بسكينة مشرشرة. هنبتدي بقى نسقيها بمية كمبوت، بمية بسكر، بأي عصير عندك ممكن تسقيها بيه بحيث انك تطري الكيكة الاسفنجية. وهي اصلا اوريدي طرية، بس عشان ايه ما تبقاش تنشف منك لما تقعد معاكي في التلاجة. هنبتدي نعملها بالكريمة العادية. الكريمة العادية كريمة شانتيه عادي، انا حشيتها بكريم شانتيه عادي. في ناس بيحشوها بكريمة الزبدة عشان تمسك نفسها، انما لا انا ما بحبش اللي هي طريقة حشو كريمة الزبدة في التورتة العجينة السكر، عشان بتبقى دسمة أكتر من اللازم. أوكي، وتبقى فعلا دي خفيفة، ممكن تاكلي مش شكل بس، لا هتاكلي أحلى عجينة السكر أو تورتة عجينة السكر هتعمليها من إيدك. طبعا أنا محضرة الكمبوت اللي هو الصوص اللي هو التوتال بيري. أوكي، هذه طبعا احنا بنشتريها من بائع خامات الحلويات. هنا برضو بنسقي الجزء التاني بقى بالميه بالعصير الكمبوت، وهنبتدي نحط كريم الشانتيه. انت ممكن تعملي ميكس بين الكريم شانتيه وكريمه الزبده لو انت حابه كده. خلاص كده احنا عملنا الكريم شانتيه. هنبتدي نحط الجزء التاني من اللي هو الصوص او اللي هو الكمبوت. يعني مش عارفه هو بيتسمى ايه، بس هو انا معتبراه صوص. اوكي، طبعا هنشتريه زي ما انا قلت من باقي خامات الحلويات. هنا نعمل الحته الثالثه او القطعه الثالثه بكريم شانتيه وهنحطها على التورته، وكده خلاص يبقى حشينا تورته عجينه السكر. كده هنبتدي نقسمها بقى. هنعملها بطريقه قلب. طبعا لو ما عندكيش صينيه قلب، دي طريقه سهله هوريكم تعملوها ازاي. طبعا هنعملها بصينيه مدوره عادي، وهنبتدي نقطعها نقسمها لاربعه كده، ونقطع من الحروف الجنبين بالطريقه دي. هتبقى معاكي شبه مثلث بالطريقه دي. هناخد الجزء اللي احنا قطعناه ونحطه من فوق النص الدايره اللي احنا عملناها قدامكم دلوقتي، اللي هي باينه قدامكم دلوقتي. كده اتكون القلب معانا، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. يعني اللي ما عندوش صينيه قلب مش هيغلب، هيبتدي يعملها بالطريقه اللي انا بوريها لكم دي. انا عامله لكم فيديوين في فيديو واحد، يعني ممكن انزل تقسيمه الكيكه ديت في فيديو تاني، انما لا انا مش عايزه اخلي الفيديو ناقص اي حاجه من اي تركه في الطريقه. هنبتدي بقى طبعا نحشيها طبعا بكريم شانتيه زي من الطريقه دي، نلحمها بكريم شانتيه. وهنكون عاملين كريمه الزبده دي بقى اساسي لعجينه السكر. هنغلفها كلها بالطريقه دي بكريمه السكر، سوري بكريمه الزبده. خلاص كريمه الزبده سهله احنا عارفينها كلنا، وهبتدي انا اعملها مره وانزلها لكم. اوكي، هنبتدي بقى نشتغل بالطريقه دي ونلعمها لحد ما تتكسي كلها بكريمه الزبده. طبعا لما تيجي تنعميها اللي هتحطي عشان تظبطي كريمه الزبده، هتحطي الاسباتيول في ميه سخنه جدا وابتدي تلمعي بيها، هتظبط معاكي وهتنعم معاكي الكريمه. نبتدي عجينه السكر هنطريها، وهنبتدي نفردها بالطريقه دي، وهنبتدي نكسي بيها التورتايه. طبعا بايدينا هنفرد، بالاداه اللي هي عامله زي المكوه دي هنبتدي ننعم بيها عجينه السكر. سهله جدا لحد دلوقتي. هنظبط كده بالطريقه دي. تقريبا عجينه السكر دي هتاخد كيلو، يعني هتاخد كيلو عجينه السكر، غير القطعه اللي انا عملت التشكيل بيها الاحمر هوريها لكم دلوقتي. دي تقريبا كيلو بالظبط. زي ما انتم شايفين انا بساوي بأداة المكواة دي بتاعت عجينة السكر، وهبتدي ننعم لو صحيح لو ما عندكيش الأداة دي
لو ما عندكيش مش هنغلب برضو. هقولك تعملي ايه، هاتي شراب نضيف فيليه، شراب نضيف فيليه ما استعملتوش قبل كده، وتحطي جواه نشا، تحطي جواه نشا وتبتدي تنعمي بيه، يعني تعمليه زي السره كده وابتدي تنعمي بيه، هتبقى سهله جدا اكنك بتعمليه بالمكوه بتاعت عجينه السكر. خلاص، انا جبت لكم كل الوسائل اللي ما تغلبيش انك تعمليها. خلاص كده، خلاص هنبتدي نقصها كده، نعمناها وهنبتدي نقصها بالعجله بتاعت البيتزا دي، او ما عندكيش برضو هنعمل بسكينه مش هنغلب. لحد دلوقتي سهله، ما فيش حاجه خالص. كسيناها بعجينه السكر وبنساوي الطراطيف اللي باقيه دي وهنشيلها خالص. أنا فعلا مسرعه الفيديو لان الفيديو ده واخد حوالي اكتر من ساعه، ساعه وشويه، يعني انا عملته كده حوالي 12 دقيقه كده. خلاص سويناها، بنعمها برضو اكتر. طبعا اديكم شايفين ما فيهاش لا مطبات ولا حاجه خالص، عباره عن كلها سلسه جدا. هنجيب بقى قطع من عجينه السكر الحمراء وهنبتدي نفردها وهنشكل بيها الشريط، وهنشكل بيها الفيونكه، وهنشكل بيها القلوب والحاجات الحلوه اللي انتوا شفتوها. لحد دلوقتي سهل جدا. هنجيب دلوقتي نشابه وهنفردها، وهنجيب برضو مسطره وهناخد مقاس المسطره كده بعرضها، وهنبتدي نعمل الشريط طبعا بعجله مشرشره. ما عندكيش عجله مشرشره يبقى مفيش مشكله، بسكينه. خلاص كده عملنا الشريط. طبعا الشريط بيتعمل بنفس مساحة جوانب التورتاية، يعني عشان ما تعمليش ليه وصلات، واخدة بالك؟ يعني تحاولي تعملي الشريط طويل جدا بحيث انك ما تعمليش ليه وصلة في قلب جوانب التورته عشان يبقى منظرها حلو وشيك كده. خلاص بص انا بعمل الطول ازاي، يعني انا بطول وبنزل طبعا من تحت من جنب الترابيزه كده عشان المسافه زي ما انتم شايفين. بصوا اهو، بص الطول بتاعه انا عامله الطول قد ايه عشان ما يبقاش فيه وصله. هنجيب بقى التورتايه وهنجيب ريشه نضيفه طبعا، هنبتدي نجيبها بميه ونحاول نعمل جوانب التورته بالميه على خفيف عشان ما تبقاش ما تسيحش عجينه السكر، ميه خفيفه جدا. وهنبتدي نلزق الشريط بالطريقه دي كده. لحد دلوقتي ماشي الحال كويس جدا وسهله جدا ما فيهاش اي حاجه. دي للمبتدئات، للي كمان ما بيعرفش يعمل عجينه السكر، انا بعملها لكم باسهل طريقه. بص نقص بقى الزياده كده، عملنا الشريط كله. هنبتدي بقى نعمل فيونكه ليد جنب، عباره عن فيونكه مكونه من 4 فيونكات. نمسح المكان كده بالمكان التلزيق وهنبتدي نعجن العجينه الحمراء تاني، وهنبتدي نعمل الطريقه اللي هي الفيونكه اللي متكونه من 4 فيونكات. بصوا بقى عامله ازاي، اهي سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. هنعمل برضو شريط بحيث ان نكون منه 4 فيونكات متوسطة الحجم، يعني لا كبيرة ولا صغيرة، عشان تاخد مساحة الجنب بتاع التورتاية. الشغل ده لازم يكون فيه تأني وفيه يعني مش محتاج سرعة. انا مسرعة الفيديو انما انا كنت بشتغل بتأني. بصوا الفيونكة عاملة ازاي، سهلة اهي. نعملها ونكشكشها من جنب كده ونجيب ورقة فويل ونحطها من جوه عشان تنفخها شوية لحد ما نخلص بقية الفيونكات. انت ممكن على فكرة عجينة السكر اللي هي بتاعت الفيونكات دي تعمليها بالعجينة اللي هي الجاي بيست اللي هي بتاعت الايه الورود، عجينة السكر الجاي بيست. بس صراحة ما كانتش عندي، انا عملتها بعجينة السكر. هي بتاخد وقت، بتغلب شوية انك مثلا الفيونكة عشان ما تهبطش على بعضها لازم نحطها بورقة فويل عشان تنشف شوية. هنا هبتدي نخلص الفيونكة، هنعمل اللي هي الفيونكتين التانيين وكده يبقى ايه خلصنا الفيونكات. طبعا انا يعني مش شايله ايها جزء من اي الفيديو عشان يكون كل حاجه قدامكم كل خطوه.
عشان زي ما انا قلت للمبتدئات، انما طبعا المتمكنين من شغل عجينة السكر عارفين اللي انا بعمله ده. كده الفيونكة التالتة والرابعة بتكون اطول شوية من التانيين، واخدين بالكم؟ يعني شوية يعني سنة صغيرة، مش طويلة قوي طبعا، سنة صغيرة. هنبتدي بقى نلزقها بالطريقة دي طبعا، واللي هي الفويل جواها عشان برضو ما تلزقش ببعض، ولما تبتدي تنشف خالص هنشيل الفويل من جوه. فاهمين قصدي؟ كده انا بلزقها طبعا من الجنب. طبعا انا مخدتش بالي ان الكاميرا مش عليها وانا بشتغل، انما طبعا هو واضح قدامكم. يعني هو من جنب التورتايه هنبتدي نلزق الاتنين فوق جنب بعض كده، والاتنين التانيين فوقيهم بشويه. هتشوفوا انا بالطريقه هيبان قدامكم. يعني الاربعه الاتنين متدرجين، اتنين تحت بعض واتنين تحت بعض، او فوق بعض، مش تحت بعض، فوق بعض. هتشوفوهم دلوقتي. طب معلش، هي انا مخدتش بالي والله ان الكاميرا مش على الجزء دوت، بس انتوا اكيد هتفهموا قصدي انا اقصد ايه. هنا بقى انا قصه قلوب وحروف، وعملت وردة بقطاع عندي، عملتها على كذا. يعني هي قطاعة مدرجة اللي هي عاملة زي عباد الشمس دي، وعملت منها الوردة دي. وهنا عندي الاسطمبة بتاعت الحروف، شكلت طبعا الحروف وبحاول ان انا اظبط. انا لسه ما لزقتش، انا حطيت الحاجات كده قبل ما الزقها بالمية. هبتدي بقى واحدة واحدة الزقه بالمية زي ما انتوا شايفين. يعني انا بنسق الاشكال، بعد كده ببتدي الزق. ليه بقى عملت الحركه دي؟ عشان انا ما الزقش حاجه تطلع مش مظبوطه ارجع اشيلها، اللون الاحمر هيبطع في قلب الابيض، فكده الشكل بتاع التورته هتبوظ. فاهمين قصدي؟ لازم ننسق الاشكال الاول وبعدين نبتدي نلزق بالميه. كده اسهل حاجه ممكن يعني اوضحها لكم في عجينه السكر. بصوا انا بعمل ايه، باخدها اهي وبحطها عليها ميه وبلزقها. لو اتلزقت قبل ما تنسقي، لو غلطتي ولا شلتي، لو عجبكيش مكان حاجه في اللي انت بتعمليه، هتبوظ لك التورته خالص، المنظر العام هتبوظ. ليه؟ لان هيبقى مكانها فاضي ولونها هيبقى احمر، فهتبوظ خالص. هنا بقى بظبط الحرف بتاع اللاف، كلمه لاف، عشان انا عاملاها كلها كابيت، اللي هو الحرف الكابيتال، والباقي سمول. لازم يكون ايه، حرف كابيتال بالطريقه دي، وهتبقى بالمنظر الجميل دوت. شوفوا بقى اسهل حاجه تقدري تعمليها في عجينه السكر، ايه رايكم؟ مفيش اسهل من كده، وهتطلع احلى عجينه السكر. بصوا بقى اللي انا اقصده، الفيونكه عامله ازاي اهي، زي ادي شايفين الشكل، ادي اكيد فهمتوا قصدي. ايه رايكم بقى؟ سهله جدا، مفيش اي حاجة. ممكن تعمليها اللي في عيد الحب، ممكن تعمليها لزوجك في عيد ميلاده، ممكن تعمليها، انا صراحة كنت عاملاها لبنتي في عيد جوازهم. يعني هي ممكن تعمليها برضو في عيد الجواز، انا عملتها لبنتي في عيد جوازهم، طلبتها مني قالت لي ماما انا عايزة عجينة السكر عشان عيد جوازنا. وعملتها والله في يوم. يعني انا عملت عجينه اللي هي الكيكه الصبح، وبالليل ابتديت ازوقها. هي معلش في مشاهد عندكم الكريمه ملخبطه كده وانا بعملها، او انا بقص وهي قلب، عشان انا كنت عاملاها بسرعه. يعني انا ما حطيتهاش في التلاجة عشان الكريمه تمسك نفسها. فاهمين قصدي؟ يعني عجينه السكر دي لازم تعملوها على يومين على الاقل، بحيث انك انت تحطي الكريمه في التلاجة تنشف شويه مع الكيكه، بعد كده بتبتدي تشكلي عجينه السكر. بس انا اعذروني، انا عملتها بسرعه جدا عشان كانت محتاجاها تاني يوم. يلا بقى اعمليها كده لعيد جوازكو، لعيد ميلاد جوزك، لعيد الحب، هتبقى احلى هديه هتقدري تعمليها لزوجك، وان شاء الله تعجبكم وتنول رضاكم. يلا بقى اعمليها بايديك الحلوه دي وفرحي جوزك وعيلتك، وان شاء الله. انا عايزه تعليقاتكم كلها تهمني جدا، ويا ريت الاشتراك وتفعيل الجرس والشير عشان يوصل لكم كل جديد مني، ويا ريت اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.